everything is gonna be alright. يا متخلف. الطبق ده لو وقع امي هتوقعنا من الدور الرابع اللي احنا قاعدين وقعك فيه. انت اللي متخلف، كنت هتوقع تكسره. لا ما هو انت اللي جاي تصورني. انا مالي، انا بصور ما بس. لقيتهوش ليه؟ ما انا لقيتهولك اهو. ما هو انت لو سبايدر مان كنت لحقته. لو بقى اوه شيت يو ار دوني مان. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في فيديو النهارده بقى انا جايب لكم وصفه كده ايه من اللي هي تاكلها وتروح تنام بقى ما تقومش تاني، واخدين بالكم؟ انت بتفول على الناس. وصفة النهارده بقى يا جماعة ايه؟ حاجة من الحلو كده اللي بنستناها كل فين وفين، ما تسألوش كل فين وفين ليه، مع انها كده ب5 جنيه، يعني بص احسب معايا كده 5 جنيه 10 جنيه هتروق على نفسك بيهم. حاجة زي المهلبية على طريقة الهبدوية. هذا الشعر والله يستاهل لايك، والله يستاهل اللايك. تعالوا بقى معانا بينا على المطبخ نشوف المكونات والوصفه بتاعتنا بتتعمل ازاي. اول حاجه معانا بقى هننزل بمعلقه زبده كده نسيحها. اول لما الزبده تسيح معانا كده بقى يا جماعه على نار هاديه خالص ننزل بمعلقتين كبار دقيق. ننزل كده وافضل اقلب فيهم بقى لحد ما يمسكوا في بعض. الكلام ده كله طبعا على نار هاديه خالص. يفضل بقى قلب كده يا معلم. هي تقريبا كده بقت حلوه. اول لما توصل معانا بقى للقوام دوت كده ولونها يقلب على ذهبي سيكا ننزل عليها بكوبايه لبن. نفضل نقلب كويس بقى عشان الدقيق ما يكلكعش جوه اللبن كده. بصوا حاليا هو تقل شويه كده. اول لما يبدا يتقل معانا كده اعرف ان انت ماشي في الطريق الصح. تنزل بقى بكيس الفانيليا بتاعك وهتنزل بقى ايه بسكر حسب الرغبه. انا عن نفسي هنزل ب3 معالق عشان سيدوني بيحب السكر يبقى كتير. اهم حاجه اصل السكر اللي عندك هيموتك. بالظبط كده. نفضل بقى نقلب كل ده كويس. بصوا يا جدعان الخليط تقل كده ويعني ما شاء الله شكلها نجحنا. نفضل نقلب فيه كده يا جماعه ايه 5 دقايق على نار هاديه خالص لحد ما كل حاجه تبقى زي الفل كده ويتقل اكتر تاني معانا ونحطه في التلاجة شويه ونجيبه. بعد ما خلصنا بقى يا جماعه البتاع اللي احنا كنا بنعملها التانية لحد الان ما اعرفش اسمها ايه دي، نجهز بقى صوص الكراميل على ما هي تسقع في التلاجة شويه. اول حاجه ايه معانا شويه سكر. ما فيش اسهل من صوص الكراميل ده. شويه سكر كده في الطاسه بتاعتنا. وده شكل السكر بعد ما سيبناه 3 4 دقايق على النار كده. طول ما هو عمل معاك كده وسح وشميت ريحه حرقان فانت ما تقلقش انت كده ماشي في الطريق الصح. اول لما السكر بتاعنا يوصل للشكل دوت بقى ايه نضيف عليه شويه حليب كده. يا نهار اسود. بص طول ما هو فار وعمل معاك كده يبقى انت زي الفل، ما تقلقش كل حاجه زي الفل انت كده سليم. وده شكله بعد ما كل حاجه دابت في بعض يا جماعه. اعتقد ما فيش كراميل اسهل من كده. ننزل بقى بالخليط دوت على اللي احنا لسه عاملينه من شويه. ننزل كده يا معلم على الوش. هنسيبهم بقى في التلاجة من نص ساعه لساعه الا ربع عشان ينشف كده ونرجع لكم تاني. وبعد ما سيبناها بقى ايه نص ساعه وساعه الا ربع في التلاجة كده الكراميل ما اتجمدش لسه ميه زي ما هو، بس هنشوف يعني مش هنقول لا هيتشرب هيتلحس اي حاجه، اهم حاجه الطعم. هو كان محتاج ياخد وقت اكتر بس في التلاجة. يعني شغال. يلا نجرب بقى كده حته. يا نهار اسود. ندوق بقى كده. حب العمر. يا نهار اسود. حب العمر. انا يا اسطى في هرمون السعاده ضرب في دماغي اول لما دقت البتاعه دي. المعلقه في بقك. طعم جامد قوي. يا لهوي. هتدوق انا كده. لا عايز تدوق روح اعمل زي ما انا عملت في البيت عندك وامشي على الخطوات بالظبط واعمل لايك وسبسكرايب. المشكله مش هنا، المشكله يا اسطى ان انت عندك السكر يا معتوه. انت ليه بتفكرني؟ بس هي جامده قوي. حصل يا انا لسه ما دقتش. دوقني يا اسطى خليني اقول لك حصل. ما خلاص يا اسطى انت هتخلص الحله كلها يعني دوق. انت خدتها عندك ليه؟ عشان ادوق. اصل انا بدوق بمعلقه كبيره شويه. ماشي. لا انت واخد نصها اصلا في المعلقه بتاعتك يا عم. انا غلبان. دوق بس وقول لي رايك. يلا هعديها لك المره دي. يا دين يا اسطى، يا دين يا اسطى. هات بقى البتاع اللي انت ماسكها دي. خد بس. هقول لك بس على حاجه يا عم انجز. هتفق. يا عم مش هعرف اقوم لك من الترابيزه انجز. هقول لك على حاجه. هات بس الحله دي. باصص لك فيها على فكره. في معلقتين خلص 3 ارباعها. يعني ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ يا اسطى انا مظلوم اصلا، انا ما جبتش منها حاجه. استخدم ده بجد. ما يا راجل احلف. انت فاكرنا قناه مش بروفيشنال ولا ايه؟ احنا بروفيشنال قوي جدا يا اسطى. هات بقى. حلقه شويه. مش همنتج الفيديوهات. ما تمنتش مش هتاكل معايا تاني بعد كده. يا عليك ده انا بهزر. ايه؟ طب ايه مش هتنهي؟ مش عايز ابوظ اللحظه الحلوه اللي انا فيها حاليا. وبس كده. يا رب السكر يموت.
بس كده يا جماعه الفيديو النهارده هيكون خلص. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. وكالعاده بقى لو انت عندك هبده جديده، حاجه فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، قول لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيدون الفوتوغرافر عشان خاطرك. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.